وانت بقى معاك شهاده ايه؟ دبلوم. دبلوم. وانت ايه شهادتك؟ بكالوريوس. بكالوريوس. هايل. عارفين التيكت بتاع الكراسه بتاع زمان اللي كنا بنحطه على الكراسات عشان كلهم شبه بعض فعايزين نفرقهم، فدي كراسه العربي، دي كراسه الحساب، دي كراسه العلوم. الحقيقه احنا بنعمل مع بعض كده بالظبط، انا بعنونك وبحط عليك ليبل، يعني بجيب ستيكر وبحطه على اورتك. ده شخص يعرف ربنا، ده شخص ما يعرفش ربنا، ده شخص مؤمن، ده مش مؤمن، ده معاه شهاده عليا، ده معاه شهاده متوسطه. تخيلوا ان لدرجه ان ساعات بنقول ده عنده عربيه، ده ما عندوش عربيه، ونقعد نصنف بعض بناء على تصنيفات كتير جدا، وبناء على ده بناخد قرارات في تعاملاتنا مع بعض. ده بيقول ان جوانا حاجه مدفونه بتقول ان احنا احسن من الناس التانيين، ان انا احسن منك، او بتقول جوانا ان احنا اتربينا ان في فئات نرفضها وما نتعاملش معاها. موضوع مؤلم ومؤذي جدا جدا جدا. ايماننا بيعلمنا انه المفروض نقبل بعض على كل اختلافاتنا. هقول لك تدريب عملي ممكن يساعدك على انك تتخطى الفكره ديت. لما تتعامل مع ناس مختلفين عنك وحاطط لهم عنوان كده ومصنفهم، قرر تدور على الارضيه المشتركه بينك ما بينه وتتكلموا عنها. لو انتوا من فريقين مختلفين، انتوا المشترك ما بينكم انكم بتحبوا الكوره، اتكلموا عن الكوره. لو هو موظف معاك في قطاع تاني ومختلف قوي في عداء ما بينكم، انت وهو اب، دوروا على الارضيه المشتركه ما بينكم. وقف عنوانة الناس وقرر تدور على الارضيات المشتركه ما بينكم.